والآن مع كلمة صاحبة الصالون الأستاذة كنزة الرحماني يلقيها نيابة عنها حتى حضورها مدير مؤسسة روح الحب الأستاذ محمد لبيب الصدقي. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد ملء السماوات والأرض، والصلاة والسلام على علم العلماء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لأن هذا اللقاء يتيح لي فرصة كبيرة أن أنقل لكم حب شعب الجزائر إلى إخوانهم في مصر. وحينما يكون صالوني الأول في أرض الهرم والنيل فهذا اعتراف مني بأهمية المكان والزمان. فأنا الآن بين تاريخ العالم من أوله لا آخره، وفي الدنيا كلها، من الماء إلى الماء ومن الرجال إلى النساء. إنني الآن في مصر. أنا كنزة الرحماني. أنا كنزة الرحماني العربية الجزائرية. جئت إلى هنا لأعيش مشرق الشمس مع أهلي وإخواني وأخواتي. وإن كنت قد درست حتى الثانوية العامة بالجزائر، وحصلت على بكالوريوس الصيدلة من فرنسا، والآن أصبح عمري يتجاوز 40 سنة ب3 سنوات. فإنني أعرف أن شمس الله حينما أشرقت على الدنيا لن تجد من يستقبلها سوى وجه الإنسان المصري. ذلك هو السبب الرئيسي في بدء صالوني من هنا، من أرض مصر. أما الأسباب الأخرى فإنني أرى أن الثقافة العربية وحدها هي القادرة على هدم السدود والحدود بين بلاد العرب، وهي الطريق الأمثل لتوحيد دولنا العربية من المحيط إلى الخليج. واعترافا مني بأهمية التقارب بين الشعب المصري العظيم وبين الشعب الجزائري البطل، وكيف أن الشعبين توحدا في أرض الفرنسيين بمساندة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فزال الاحتلال الفرنسي عن الجزائر، وتوحد الشعبان مرة أخرى لطرد الصهاينة من أرض سيناء بقيادة الزعيمين محمد أنور السادات والحبيب بورقيبة. فكان نصر أكتوبر المجيد بتوحد الجبهتين العربيتين، واعترافا مني بأهمية التقارب بين الشعب المصري العظيم وبين الشعب الجزائري البطل، وكيف أن الشعبين توحدا في طرد الفرنسيين بمساندة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فزال الاحتلال الفرنسي عن الجزائر. فتوحد الشعبان مرة أخرى لطرد الصهاينة من أرض سيناء بقيادة الزعيمين محمد أنور السادات والحبيب بورقيبة. فكان نصر أكتوبر المجيد بتوحد الجبهتين العربيتين. تاريخنا يتدخل بحكم ثقافة الشعبين وبحكم تقاربنا الفكري. وطه حسين والعقاد ونجيب محفوظ في كل بيت جزائري، والطاهر وطار وعبد الحميد بن باديس ومالك بن نبي في كل بيت مصري. جئت ربما أتمكن معاندتكم لي بأن نتوحد كشعبين عربيين عظيمين. أيها الأدباء الذين أشرف بوجودي معهم المسؤولية الأدبية كبيرة، ووظيفة الأدب في توجيه المجتمع لم تستكمل بعد، والعالم العربي كله ينتظركم أن تؤدوا ما عليكم تجاه أطفالكم. فإنه فعلا على مستوى المسؤولية. تحية لكم من شقيقتكم الجزائرية وكل أديب مصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.